عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي دانتال اند كير. معاكم دكتوره مهتاب علي. في الفيديو ده انا هتكلم عن 5 عادات كارثيه، يعني ديزاستر بجد بجد. للأسف منتشرة جدا بالناس كتير جدا، لكن هي غلط ومضرة جدا جدا بصحة الفم والأسنان. بس قبل ما اقولها عايزه انبه على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انتوا اعملوا اشتراك في القناه ودوسوا لايك للفيديو، ويعني يا ريت تعملوا سبسكرايب، دوسوا على زرار اشتراك او سبسكرايب اللي بالاحمر تحت، ودوسوا كمان على علامه الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. والحاجه التانيه ان الفيديو ده للتوعيه، انا مش بتريق او بسخر ابدا من اي حد بيعمل اي حاجه من الحاجات اللي هقولها، ولكن انا بوعي انها خاطئه، واتمنى يعني ان احنا نبطلها، وانها تختفي خالص من عالمنا العربي وبلدي مصر خاصة يعني. نبدأ إن شاء الله نقول إيه العادات. أول حاجة نمبر 1 في العادات ديت، هي ان انا بلاقي ناس كتير جدا بالذات في مصر للاسف بيجيبوا لما بيكونوا يعني بعد ما بياكلوا كده، خصوصا هم بره بيتهم وساعات هم في بيتهم، بيجيبوا ورقه، اي قطعه ورقه او اي حاجه تكون زي الكرتونه كده، سواء كان ليها طرف حاد او ورقه بيبرموها او يلفوها يعني ويعملوا لها طرف حاد كده مثلث، وينظفوا بيها بين اسنانهم. يعني يشيلوا بيها بقايا الطعام او بقايا الاكل اللي محشور ما بين سنانهم، سواء كانوا مركبين تركيبات او كانوا مش مركبين او كان عندهم مسافات ما بين اسنانهم الطبيعيه. او الالعن والاوحش كان عندهم سنه مسوسه، او كان في حشوه وقعت او اتكسرت فعامله زي ما بيسموها حفره، فبينضفوا الجزء ده لانها بتألمهم لما بياكلوا. طبعا دي عادة سيئة جدا وخطيرة جدا وكارثية. أولا الحفرة أو الفجوة اللي موجودة في السنة علشان هي مسوسة أو مكسورة، أو علشان حشوة منها وقعت، أو لأي سبب كان، الألم اللي فيها ده بسبب التسوس والالتهاب ونشاط البكتيريا اللي فيها، ومش قطعة الورقة أو الكرتونة أو وات ايفر الحاجة اللي تقعد او تقعدي او اللي بيعمل العاده دي بيقعد يشيل بيها. مش هي دي الحاجه اللي هتريح الالم ولا هتعالج المشكله. هي كل ما في الامر انها بتديك او بتديكي او بتدي اللي بيعمل العاده دي احساس مؤقت بالراحه، لان هو زي الكده حاسس الحته دي بتهرشني او بتوجعني فكحت فيها كده اهوت فارتحت شويه. لكن هي ابدا ابدا مش بتعالج الموضوع، بالعكس دي بتزود الموضوع سوءا، وهتزود الالتهاب وتؤدي لخروجات ومشاكل كبيره جدا. وكمان تاني حاجة ان هي لو عندك فراغات بين اسنانك بتدمر اللثة. لو انت كنت بتشيل ما بين اسنانك انت بتدمر اللثة اللي ما بين اسنانك. وفي نوع من اللثة، لان اللثة انواع، بتكون ديليكت يعني رقيقة جدا ما بين الاسنان وبعضها. في حالة ان بيبقى في فجوات كبيرة ما بين الاسنان، فجوات طبيعية بسبب حاجة اسمها سبيسنج، او ان هي بتبقى في فراغات وتفلج في الاسنان، اللثه دي بتبقى عرضه اكتر لانها تتخبط بالاكل اساسا طبيعيا. فلما احنا بنزود عليها الضغط بحاجات حاده زي دي، يعني بتتدمر تماما وبتنحسر عن الاسنان نفسها وبتعمل جيوب والتهابات ومشاكل لا حصر لها. فالمفروض ان لو احنا بره البيت او لو احنا جوه البيت طبعا لازم بنغسل اسناننا بعد الاكل، خصوصا لو احنا جوه البيت. لو بره البيت بقى عندك المسواك وبيستخدم بطريقه معينه زي الفرشه، علشان يعني مش اللي هو كحت كده عشان ما يضرش اللثه. وما بين الاسنان عندك خيط الاسنان او دنتال فلوس، طبعا ده من اهم الحاجات اللي بتشيل الاكل ما بين الاسنان. وفي ناس اللي بتبقى مركبه تركيبات ثابته متحركه او عاملين تقويم، او بيبقى عندهم الفراغات كبيره زياده عن اللزوم، ممكن تستخدموا حاجه كمان تانية اسمها الانتردنتال برش، او فرش بتكون يعني صغيره جدا مخصوص للفراغات اللي ما بين الاسنان دي، او ما بين الاسنان والتركيبات او تركيبات وبعضها. فما ينفعش خالص ان احنا نعمل العاده دي، ويا ريت نبطلها. العاده دي خاطئه تماما. نمبر 2 او العاده الثانيه السيئه واللي بتبقى كارثيه فعلا هي خله الاسنان. دي مرتبطه بالنقطه الاولانيه قلناها، ان في ناس كتير جدا بتستخدم خله الاسنان بطريقه مدمنه.
الحقيقة ان الادمان ده سببه هو استخدامها من الاول، لان هي بتدمر اللثة وبتعمل فراغات وبتكون جيوب، فبالتالي بتبقى خلاص اللي هو مش هتعرف تنظف الحتة دي غير لما انت تستخدم الاداة دي، بالذات اللي هي الخلة اللي احنا بنشوفها في المطاعم وبنشوفها على الطيارات وبنشوفها في كل حتة. الخلة دي يا جماعة مضرة، الخلة دي مش صحيحة. في انواع معينه بس، وهي كانت حاجه اساسا قديمه يعني هيستوري كده، ماضي، كان اختراع قديم وبطلنا خلاص نستخدمه، وكانت المفروض تبقى بشكل معين وانواع معينه واكسد يعني فيها كده زي حته من الشمع، بتلاقيها ليه لونها مختلف اخضر كده مثلا او ازرق، والمفروض بتبقى بشكل معين زي شكل المثلث بتستخدم بطريقه معينه ومش في كل الحالات. لكن عامه هي بقت هيستوري يا جماعه، خلاص المفروض بطلنا نستخدمها. كون ان هي منتشره فهي بتعتبر بديل رخيص بس، ومنظر في المطعم او الفندق مهما كان 5 ستارز او 7 ستارز يعني مهما كان. المهم ان الخدعه دي يعني عاده سيئه يا ريت نبطلها تماما تماما تماما. لو بتعرف تستخدمها او بتعرفي تستخدميها بطريقه السليمه الصح بطريقه معينه اتس اوكي، بس انا انصح بعدم استخدامها اطلاقا. والخيط يا جماعه من احسن الحاجات، هو الحاجه الاساسيه في اننا ننظف بقايا الطعام ما بين الاسنان. فيا ريت موضوع الخلة ده عادة سيئة غلط نبطله تماما. نمبر 3 او الحاجة الثالثة، العادة الثالثة السيئة والمنتشرة جدا جدا، هي خصوصا كمان ما بين البنات والسيدات في العالم العربي كله، هي هوس تبييض الاسنان. كلنا اكيد نحب تبقى اسناننا بيضة وحلوة ابتسامتنا بتلمع، لكن تبييض الاسنان ده عملية مش سهلة. يعني خلطات تبييض الأسنان والخلطات الطبيعية لتبييض الأسنان اللي بتبقى منتشرة قوي على النت وفي اليوتيوب وات ايفر في كل حتة، واللي بتقولها لي جارتي وأختي وصاحبتي ودي جربتها، واللي بتبقى على هيئة كمان بودرة في الصيدليات أو مثلا معجين تفرشي بيها والكلام ده كله. كل ده مضر جدا بطبقة المينا الخارجية اللي بتكون على الأسنان. كل ده بيزود من حساسيه الاسنان، بيدمر اللثه، بيدمر طبقه المينا، بيعمل مشاكل لا حصر لها. وبتجيلنا بعد كده الناس اللي عملوا الموضوع ده بمشاكل كبيره جدا. ومش كده وبس، ده بيزود لك اصفرار الاسنان، انك بتكحتي من طبقه المينا الاساسيه اللي هي عامله لك اللون الابيض على اسنانك اساسا. فالتبييض ده لازم يتعمل عند طبيب الاسنان علشان هو اللي هيقدر يحدد لك نوع سنانك وتركيبتها والتبييض المناسب ليكي او ليك، وبيتعمل ازاي وعلى فتره قد ايه، وايه البريكوشنز او الاحتياطات اللي لازم تاخديها مع التبييض وبعديه وخلاله وقبليه، علشان مش بس تحافظي عليه وتحافظي على اسنانك كمان منه. فدي عاده غلط خالص، يا ريت ما نعملهاش. ان انا يعني اخضع اسناني لتبييض ذاتي كده من نفسي بخلاطات او غيرها، حتى من المواد معروفه او مش معروفه، حتى لو هي موجوده في منشات طبيه زي الصيدليات. غلط غلط غلط. تبييض الاسنان يكون عن طبيب الاسنان فقط. نمبر 4 او العاده الرابعه السيئه، هي الناس اللي بتاخد الادويه زي البونبوني وخصوصا المضاد الحيوي. العاده دي خطيره جدا وكارثيه. غلط يا جماعه ان احنا ناخد اي نوع من انواع الادويه من نفسنا، لازم الدواء يكون تحت اشراف طبيب الاسنان، وخصوصا المضاد الحيوي. يعني ما ينفعش سواء كان مضاد حيوي انت استخدمته بنفسك قبل كده وفي دكتور قالك عليه قبل كده، او سواء بقى حد تاني قالك عليه، جاري بقى وجارتي واختي وخطيبي وصاحبتي والكلام ده وجربوه وخفوا الكلام ده كله. مهما كان ممنوع منعا باتا ان حد يستخدم اي نوع من انواع الادويه، مسكنات او مضادات التهابات او مضادات حيويه من نفسهم، حتى لو كان نفس الشخص استخدموه قبل كده، لان كل تعب وكل حاله بتختلف من واحد للتاني، وفي نفس الانسان من حاله لحاله ومن فتره للتانيه. ممكن اللي ناسبك الدواء اللي انت نفسه ارتحت عليه في فتره قبل كده وكنت بتعاني من مشكله ما، لو اتهيأ لك ان دي نفس المشكله، او حتى لو فعلا كانت نفس المشكله، مش نفس الدواء هو اللي هتمشي عليه ومش من نفسك. لازم طبيب، وطبيب الاسنان لو هي كانت مشكله في الاسنان هو اللي يحدد لك بالظبط ايه الدواء اللي تمشي عليه، ايه نوع الدواء المناسب وتاخده ازاي وجرعته قد ايه ولمده قد ايه فقط، مش اي حد تاني.
وخصوصا بقى كمان يعني الناس اللي بتجيلنا يعني بدأوا كمان في كورسات الانتبيوتيك، اخدوا خلاص بدأوا في المضاد الحيوي وما كملوش اساسا، يعني هو بقى يا سلام حاجة بديعة يعني. ده كارثة اكتر يعني يا جماعة، كمية المشاكل اللي بتحصل بسبب الموضوع ده في الانسان نفسه وفي الكوميونتي كله على المدى الطويل بجد بشعه وخطيره جدا. انتوا بتساعدوا على ان يبقى فيه فيروسات وبكتيريا اجيال وانواع كتير منها بتكون ريزيستنت او مقاومه للدواء، وبعد كده لو انت اصبت بنفس البكتيريا او غيرك بس اللي هي بقى طبعا النوع بقى المقاوم ده خلاص بعد كده مش هيجيب الدواء ده معاك اي نتيجه، وهتضطر تقعد تاخد ادويه مختلفه ودي كارثه. ده مش حاجه سهله، وحاجات تانية كتير يعني مش عايزين ندخل في تفاصيلها، فيا ريت ما ناخدش اي نوع من انواع الادويه من غير استشاره الطبيب. الى جانب ان على فكره مشاكل الاسنان حلها الامثل والاول والاخير والافضل هو بانك تروح دكتور الاسنان يشيلك الكوز او السبب، يعني باني اعالج السبب مش باني بس اخد دواء. لان احنا مش يعني في 90% من حالاتنا احنا ما بنديش دواء، احنا بنعالج السبب. 90% من الحالات بتبقى مش محتاجه دواء، محتاجه نعالج السبب. فالدواء ما يتاخدش غير بوصف من طبيب الاسنان، واتجه على طول لدكتور الاسنان لما تحس بتعب، سواء الم خراج ورم، اي نوع من انواع المشاكل اللي ظهرت لك، هو بس يحدد لك انت محتاج دواء ولا لا وايه هو والكلام ده كله. فممنوع خالص منعا باتا ناخد اي ادويه بدون وصف الطبيب ولا حتى اعتمادا على وصف صيدلي. غلط، دي عادة غلط جدا، يا ريت نبطلها، ما ناخدش اي نوع ادوية من غير استشارة الطبيب والدكتور هو اللي يكتبها لنا ويوصفها لنا بنفسه. خامس نقطة نمبر 5 هي برضو مرتبطة من النقطة اللي قبلها رقم 4، وهي برضو الاستخدام الذاتي أو التلقائي لغسول الأسنان. إن أنا من نفسي اتعودت استخدم غسول معين أو استخدمت حاجة قبل كده ارتحت عليها فبروح استخدمها على طول. برضو يا جماعة غسول أسنان فيه منه أنواع بيكون في مواد زي الدواء، خصوصا في مواد اسمها الكلوروهكسيدين، دي ما ينفعش انها تستخدم اكتر من اسبوعين، ما ينفعش، وبتعمل مشاكل لو الناس استخدمت على المدى الطويل كده وخلاص لمجرد ان انا اصلا عندي التهاب وهي بتريحني. على فكره هي مش هتعالج لك الالتهاب ابدا، وفي نفس الوقت لازم زي ما قلنا علشان احنا بنعالج مشاكل اسنان باننا بنشيل المصدر، فلو في جير او اي حاجه مسببه للالتهاب لازم تشيلها عند دكتور اسنان. زائد زي ما قلنا في نفس الوقت هي بتضر بالنورمال فلورا او البكتيريا الطبيعيه اللي بتبقى عايشه جوه بق الانسان، واللي هي بتحافظ عليها من البكتيريا يعني اي نوع من انواع البكتيريا التانيه من بره وكده. يعني قصه طويله مش لازم نخش في تفاصيلها، ولكن الغسول الاسنان ده مع اهميته لازم برضو يستخدم تحت اشراف الطبيب. وحتى الغسولات اللي فيها فلورايد، لان كتر الفلورايد مسمم ولازم يستخدم بجرعات معينه. طبعا بالنسبه للاطفال ده قصه تانية خالص. فلو عايزين نتكلم على انواع غسول اسنان وجرعات وكده ان شاء الله نعملها فيديو منفصل، بس اكتبوا لي في التعليقات. لكن مهم في النقطه دي ان احنا نبطل عاده استخدام غسول الاسنان، حتى برضه لو انا كنت استخدمته قبل كده وارتحت عليه، غير برضه باستشاره الطبيب وتحت اشراف الطبيب، يعني هو اللي يحدد لي استخدمه ولا لا وامتى وازاي والجرعه وكل حاجه من الحاجات دي. فغلط خالص ان انا استخدم غسول اسنان من نفسي من غير استشاره الطبيب. دي كانت العادات الخاطئة المنتشرة جدا جدا ما بين ناس كتير، واللي بتعمل مشاكل كتير، وللأسف هي راسخة يعني قوي جواهم، يعني عندهم اعتقاد قوي فيها مع ان هي فعلا غلط خالص وبتعمل لهم مشاكل كتير جدا. فياريت نبطلها ونحاول نبعد عنها. واي استشارة واي سؤال ليكم اكتبوا لي تحت في التعليقات وارد عليكم ان شاء الله. واتمنى اشوفكم بصحة وسعادة وبسمة احلى، والسلام عليكم.